والفل والياسمين على عيونكم، عاملين ايه؟ بصوا بقى، انا بحب ان انا احطه كده كام يوم في المطبخ، بيدي ريحه حلوه، وبعد كده بنشفه. بس بيبقى خطير بصراحه، بيدي ريحه حلوه في المطبخ. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا عملت قبل كده معاكم الكفته، طحنت الرز في البيت واللحمه المفرومه، وكانت تحفه. الطريقه هتلاقيها عندكم على الصفحه. انا حمرتها، بس النهارده بقى هنعملها بطريقه جديده قوي في التسويه. الطريقه في التسويه، انا حمرتها وحطيت عليها جزرايه، وحدتين طماطم، حبايه بصل كبيره كده قطعتها جوانح، فلفل الوان، حطيت لها بقى السبع بهارات، حطيت لها ملح، حطيت لها فلفل، حطيت لها كمون، حطيت لها كزبره، حطيت لها بقى ابتدى رشه جوز الطيب ورشه شطه. تمام. حطينا الملح، وهنحط بقى عليها شوربه سخنه، شوربه بقى فراخ، شوربه لحمه، مكعبين ماجي، تعملي شويه شوربه سخنين. المهم ان انت تحطيها عليها ايه، سخنه، مع معلقه صلصه كبيره. تمام. ومعلقه سمنه، وقلبي قلبي قلبي، وتروحي رافعاها على النار. يا بقى لو حته السمنه كده تبقى حته سمنه بلدي، يا خرابي على الطعم. بصي هتنسي، احنا ده عمرنا واحنا بنعملها بالصلصه العاديه، خطيره بالطريقه دي، وخفيفه خفيف بالذات في الحر ده. طعمها خطير وما بتاخدش وقت. اول ما بتغلي هديت عليها النار وسبتها لحد ما الكفته استوت، والصوص بتاعها بقى حبه صغيرين خالص كده، بقى طعمها حلو، تغمزي فيها على طول الصوص. كانت خطيره، هتعجبكم قوي. جربوها بالطريقه دي، وما تنسوش لايك وشير وكومنتات حلوه منكم يا امارات. بص بقى، كانت خطيره في الرز بالرز بالشعريه حلوه، عايزه تعمليها سندوتشات كده حلوه. بص بقى بفتحها لكم ازاي من جوه، مستويه ولونها حلو وطعمها تحفه وما فكتش، واخف من الصلصه بكتير. بجد طعمها حلو، انا اول مره اجربها كده، بس بصراحه عجبتني قوي. خطيره خطيره، تغمزيها كده في العيش خفيفه، والفلفل والبصل دول مدين طعم حلو قوي. بجد هتعجبكم، جربوها بالطريقه دي، وما تنسوش تعملوا لي بقى لايك وشير كده، وتقولوا لي ايه رايكم. هنا بقول لكم، يا طعمها حلو قوي، ومعاها قرن فلفل مخلل خطير، تحفه بجد. خليكم كده ما تشبعوش منها بالعيش، انا اكلتها بالعيش من حلاوتها. طعمها خفيف قوي وسهله وما بتاخدش وقت، وربنا يحسن ما بين ايديكي.